ده السؤال؟ حقيقي بتتكلمي بجد؟ والله العظيم ده السؤال. ما هو ده مش سؤال. احنا في رابطه مش بس الراعي العقاري للنادي الاهلي، احنا كمان من اكبر المشجعين ليه، وعشان كده النهارده قبل ماتش النادي الاهلي والزمالك حبينا نشوف الموظفين بتوعنا فاكرين الجيل القديم ولا لا، نشوف مين اكتر حد بيحبوه فيه. تعالوا نشوف. كله ما يتنسيش طبعا بركات، وائل جمعه، على راسهم طبعا ابو تريكه. بما ان انا قديم شويه طاهر ابو زيد، كابتن محمود الخطيب طبعا، ابو تريكه، عماد متعب، محمد عبد الوهاب، ابو تريكه، احمد حسن، خالد بيب، ماتش ال6-1، حسام غالي، بركات، بقول ابو تريكه طبعا يعني. اكيد ابو تريكه، بحب الحضري، عصام الحضري، تريكه، وليد سليمان، حسام غالي، بركات، ابو تريكه ده كده يعني، بعدين الاهلي ما بيجيبش حاجه وحشه اصلا. الله، عماد متعب، اكيد طبعا محمد ابو تريكه. ابو تريكه طبعا، ابو تريكه، ابو تريكه بحبه، ابو تريكه، ابو تريكه طبعا، امير القلوب. ممكن نسال حضرتك السؤال ده؟ ده السؤال؟ حقيقي بتتكلمي بجد؟ ما هو ابو تريكه قولا واحدا وشكلا وموضوعا. ابو تريكه هو اللي احنا شفناه بيلعب واللي احنا عاصرناه. بس ابو تريكه ليه بنقول ابو تريكه؟ الجيل بتاعنا احنا، عشان احنا شفنا ابو تريكه بيلعب، احنا عشنا معاه انتصارات، احنا شفناه وهو بيحسم ماتشات، احنا شفنا احنا عشنا كل حاجه معاه. أجيال الأهلي القديمة قدرت تبني روابط قوية مع الجماهير باحترافيتها ومبادئها، وعشان كده عمرنا ما قدرنا ننساهم. ومن هنا الأهلي علمنا إزاي نبني روابط.